السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، صباح يوم جديد ويوم سعيد. وجمعة مباركة عليكم إن شاء الله كده يا رب. طبعا انتوا عارفين أنا بقالي فترة ما بصورش، يعني النهاردة بقى جيت الغيط بقى، قلت ايه يعني النهاردة نخرج بقى، وعندنا أصلا خبيز النهاردة، فقلت بقى أشارك معاكم النهاردة كده بأجواءه بقى بيومه. طبعا انتوا بتحبوا دايما الخضرة والطبيعة، فقلت بقى ايه جولة مع بعض النهاردة كده إن شاء الله في يومنا، وسط الخضرة ووسط الطبيعة ووسط برضو تجهيزات الأرض. طبعا انتوا عارفين بقى موسم جديد ومحصول جديد. طبعا احنا هنا بقى شلنا محصول الرز زي ما شفتوا كده في الحصاد. طبعا احنا قبل ما نبدأ أي حاجة بندعي لأهلنا وأخواتنا في فلسطين إن ربنا يكون عونا ليهم وينصرهم إن شاء الله، يعني إن شاء الله النصر قريب، ويصبرهم على فراق موتهم بقى واخواتهم واهلهم. يعني بصراحة حاجة توجع القلب. اصلا الواحد ملوش نفس اساسا يصور ولا اي حاجة، فبقى لي اصلا فترة كمان يعني مش قادرة ان انا اصور، والواحد نفسيا مش مؤهل لاي حاجة بصراحة. بس النهاردة بقى قلت اصور معاكم كده، الواحد يحاول يعني ان هو ايه يغير بقى الجو كده ونشوف هنعمل ايه مع بعض. فقلت اصور معاكم النهاردة جولة كده في الغيط كده ايه، ونشوف الخبيز بتاعنا برضو. طبعا انتوا عارفين بقى الفرن بتاعنا هنا في الغيط وسط الارض، وسط الزرع وسط الشجر وسط الخضرة كده زي ما انتوا شايفين. انتوا عارفين طبعا بقى ان الحتة دي احنا دايما بنزرعها خضار كده للبيت، فبتبقى مشكلة بقى ايه من كل فيلم اغنية كده زي ما بيقولوا. في كروم بقى، في شطة، كان في بتنجانة واتشالت. فينا بقى خضرة بقى شبت بقدونس جرجير. طبعا بقية الارض بقى ايه لسه هنجهزها بقى ايه لزراعة البصل. محصول بقى اللي هو البصل بقى ده، زراعة البصل هينزرع ان شاء الله كمان حوالي 10 ايام كده. بس طبعا الارض بقى لسه ما مكان الرز. طبعا بيجي بقى الباجور يعملها يقلبها مع بعضها كده زي ما انتم شايفين، وبعد كده بقى ايه يظبطها وينعمها تاني زي ما انتم شايفين كده بالظبط. فهنجهز بقى مع بعض ونشوف برضو الخبيز بتاعنا النهارده، ونعيش مع بعض يوم حلو. خليكم معايا وما تروحوش اي حد. زي ما انتم شايفين بقى كده معانا بقى العجين والخبيز والحاجات الجميله اللي انتم بتحبوها. مش عايزه اقول لكم طبعا يعني العيش البلدي ده ليه طعم تاني خالص غير اي حاجه. بصراحة يعني لما بيكون موجود في البيت ما بتشيلش هم أي حاجة. بأي حاجة هتاكليه، يعني لقمة بجبنة، لقمة بطاطس، يعني أي حاجة موجودة، حتى لو لقمة بمخلل حتى بيبقى زي العسل بصراحة. احنا عن نفسنا ما بنحبش نقطع العيش ده خالص من عندنا، يعني دايما بنعمله. بيبقى موجود عندنا دايما صيف وشتاء. لأن طبعا العيش الفلاحي ده طبعا كلنا عارفين ان هو بيفرق كتير قوي. والناس طبعا اللي هي مبقاش عندها العيش ده طبعا بتبقى حابة ان هو يكون عندها. واي حد طبعا عايز يعيش من ده يقول لي وانا بعت له على طول على عينيا طبعا، يعني ليكم كلكم. زي ما انتم شايفين بقى بيطلع من الفرن يعني ما شاء الله جميل جدا. واول ما بيطلع كده برضه بنحب ناكل بيه بقى، بيبقى طبعا عند الفرن بقى احنا بنبقى واخدين معانا اكل. بقى بيبقى معانا الحوادق بقى ايه الحاجات الجميله اللي بتبقى قدام الفرن بقى دي، وفي الغيط بقى والخضره والكلام ده. جبنه حادقه، مخلل، رنجه، سردين، سمك، اي حاجه من الحاجات اللي انتوا عارفينها اللي هي بتحب، يعني اللي هي بتتاكل بالعيش البلدي الجميل ده. بتبقى طبعا طعمها حلو قوي. فبصراحة طول ما احنا قاعدين بقى بتلاقينا قاعدين بقى العيش يخرج من الفرن نقعد ناكل بقى ومظبطين حالنا يعني كده يعني. فيوم جميل بصراحة هنا قدام الفرن. وزي ما انتم شايفين بقى الفرن ما شاء الله يعني واخد كمية برضو من العيش كتيرة قوي. يعني واخد بتهيألي بتاع 5 6 رغيفة أو 7 رغيفة كمان. وعندنا بقى هنا شوفوا بقى الخشب اللي احنا حاطينه ده. الخشب ده بيبقى قطع برضو بواقي كده شغل، بيبقى من الورشة. فبنجيبها برضو بنستخدمه في الفرن يعني، وكده بنحطه في الفرن بيساعد بقى ان الفرن يبقى حامي دايما. والولعة بتاعته بصراحة بتبقى حلوة يعني. زي ما انتم شايفين بقى العيش البلد الحلو ده. هو مكونات العيش ده عامة بتبقى دقيق ذرة على دقيق قمح، بيبقى مثلا النص بالنص، او ممكن تحطوا مثلا 3 علب مثلا او 4 علب قمح وعلبتين مثلا ذرة، يعني على حسب الكمية بتعملوها، وبتظبطوا برضو مقدار الايه الدقيق القمح والدقيق الذرة. بيبقى طالع طبعا بقى بالشكل اللي انتم شايفينه ده.
وبيبقى حلو جدا. يعني مش عايزه اقول لكم بقى على حلاوته وطعمته وجماله، يعني طول ما انتوا قاعدين بقى تحبوا تاكلوا فيه كده ايه وهو خارج من الفرن سخن كده، زي ما انتوا شايفين اهو. ما شاء الله، يعني ايه، حاجه كده من الاخر يعني. فاحنا بقى بنستغل بقى ان احنا نبقى قاعدين قدام الفرن، بنغير جو، وفي نفس الوقت طبعا قاعدين في وسط خضرة، وفي وسط طبيعة كتيرة قوي حوالينا، جو جميل جدا حوالينا. فاليوم ده يعني بنعتبره كده يوم فسحة، مش يوم بقى خبيز والكلام ده، لا بنعتبره يوم فسحة بالنسبة لنا. بنقضي يوم حلو طول اليوم قدام الفرن. بعد كده لما بنخلص بقى الفرن والخبيز والكلام ده كله، اي حاجة حلوة بقى عايزين نعملها في الفرن بنعملها. ممكن نشوي بقى بطاطا، ممكن لو في موسم مثلا موسم الذرة، بنشوي ذرة فيه، بيبقى طعم الذرة جميل جدا برضو فيه. ممكن ان احنا برضو نعمل زي ما انتم شايفين كده. عملنا فضلة خيركم كده بقى ايه صينية رز معمر جميلة جدا. صينية الرز المعمر دي طبعا عاملينها بالملح، فمش عايزه اقول لكم كانت طالعه عامله ايه، يعني كان طعمها حلو جدا. طبعا انتوا عارفين الرز المعمر، دايما احنا بنحب نعمل لما بنكون بنخبز بنعمل بقى الحاجات دي كلها بتبقى حلوه. ممكن نعمل فطير، ممكن نعمل اي حاجه حلوه في الفرن، ممكن بسبوسه. طبعا انتوا عارفين بقى الحاجات الحلوه اللي ممكن نحطها في الفرن بعد الخبيز وكده. فاحنا عملنا بقى النهارده صينيه رز معمر حادق، وصينيه بطاطس، وصينيه رز معمر برضو حلو. زي ما انتم شايفين بقى البطاطس طالعه بالحلاوه والجمال اللي انتم شايفينه ده. مش عايزه اقول لكم طبعا على طعمها عامل ازاي. البطاطس طبعا بنعملها ني في ني، حلقان بقى البطاطس على الطماطم على البصل والبهارات بقى والحاجات الجميله الحلوه اللي احنا بنعملها كده. بتطلع طبعا بالشكل بقى ده، وبتطلع ناشفه بقى كده، والصلصه بتاعتها جميله جدا. وطعمها مش عايزه اقول لكم بقى يعني على الطعم بصراحه حاجه كده من الاخر. دايما الحاجه اللي هي بتبقى الفلاحي والحاجات اللي هي البسيطه دي بتطلع جميله جدا. زي ما انتم شايفين بقى البطاطس بتاعتنا طالعه، يعني بصوا دايبه دوب، مش محتاجه اي حاجه خالص. يعني بألف هنا وشفا طبعا للي هياكلها او للي كلها طبعا، عشان الفيديو ده اصلا انا مصوره لكم يعني ايه من زمان، بس لسه منزلاه طبعا دلوقتي. فالحمد لله، يعني لان انا بقالي فتره ما صورتش، فقلت بقى اتشجع كده شويه وابدا ان انا ايه اصور وانزل لكم ايه اليومين دول بقى كده. يعني كفايه كده يعني. طبعا معانا بقى صينيه الرز المعمر الحلو بقى دي، مش عايزه يعني كلام. طبعا بقى حاطين بقى الرز مع اللبن مع السكر مع الزبده. وطبعا ما تنسوش القشطه، اهم حاجه القشطه برضو. لو مفيش قشطه عادي طبعا اللبن بيبقى بقشطته بيبقى بخيره، بيديكي برضو وش حلو جدا للرز. فحاجه كده تستاهل بقكم يعني. يعني ما شاء الله خارجه من الفرن جميله جدا، وحاجه كده تتاكل اكل يعني. اهم حاجه بقى ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب للقناه، وكومنت حلو منكم كده تشجيع عشان يشجعنا ان احنا نرجع نصور تاني، ونبقى موجودين معاكم الفتره الجايه. واشوفكم على خير ان شاء الله كده، احلى عيله واحلى ناس، ودايما في خير وصحه وسعاده وسلامه وهنا يا رب العالمين. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، ومع